بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهلا بيكم. عارفين فراخ الشواية اللي بناكلها في المطاعم وبتبقى مكلبظة كده وطرية ودايبة جدا من جوه؟ أحيانا بنحاول نشوي الفراخ في البيت بس لا يمكن تطلع بالطراوة اللي بناكلها بره في المطاعم. تعالوا النهاردة بقى أقول لكم على كل الأسرار بتاعتها وإزاي تطلعوها باللون الجميل ده وبطعم أجمل بكتير جدا من المطاعم. وتحدي، يلا بينا نشوف مع بعض الفيديو ونشوف هنعملها النهاردة مع بعض إزاي. بعد ما نغسل الفرخة بتاعتنا كويس جدا، أهم خطوة إحنا بنسيبها في مصفى زي ما إحنا شايفين كده تتصفى من كل السوائل اللي جواها. بنقلبها على الجنب ده شوية وعلى الجنب ده شوية، وأهم وضع هو اللي هنشوفه دلوقتي، إن إحنا نقعدها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان تنزل كل السوائل اللي تبقى في الجوف وفي منطقة البطن بتاعتها. والسوائل دي هي اللي أحيانا بتسبب ريحة غير مستحبة وطعم الزفارة اللي ناس كتير بتشتكي منه. بنسيبها في الوضع ده من 10 ل 15 دقيقة لغاية لما تصفي تماما كل السوائل اللي جواها، وده هيفرق كتير جدا معانا أثناء التسوية. هنا هجهز محلول النقع بتاعي والتتبيل. ده لتر من المية، هضيف عليه الآتي: هضيف عليه معلقتين كبار من الملح، معلقة كبيرة من السكر، وهضيف معاه هنا اختياري، أنا دوبت مكعب مرق في ربع كوباية مية سخنة وضفته عليهم كبديل للتوابل. واللي مش عاوز يستخدمه مفيش مشكلة، هنحط التوابل اللي احنا عاوزينها. هنشوف دلوقتي التوابل اللي انا هستخدمها، ممكن تحطوا زيها او تحطوا اللي انتوا عاوزينه. هستخدم معايا كوباية صغيرة من عصير البرتقال، وعصير البرتقال أساسي معانا في الوصفة دي. وهستخدم عصير ليمونة، وهستخدم بعد كده التوابل الجافة العادية. أنا هنا حطيت نص معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض، ممكن تحطوا نص معلقة من الفلفل الأسود براحتكم، ربع معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، وضفت أقل من ربع معلقة صغيرة من القرفة. والمكون السحري اللي هيخلي الفرخة بتاعتنا دي دايبة دوب هو خل التفاح. خل التفاح ده حاجة مش غالية وموجودة في جميع المحلات والسوبر ماركت ومتاحة وليه استخدامات كتيرة جدا في وصفات الطهي. يعني إزازة الخل دي هنستخدمها في أكتر من حاجة، خصوصا في غسيل الدجاج أو في التتبيلات بتاعة الدجاج، بيقضي بنسبة كبيرة جدا على أي ريحة غير مستحبة. هنضيف منه معلقتين كبار على التتبيلة بتاعتنا اللي احنا عملناها دي. التتبيلة دي زي ما احنا شايفين هي عبارة عن محلول نقع فيه التوابل كمان. التتبيلة دي تتبيلة سريعة جدا لأنها بتحتوي على مجموعة من الأحماض الموجودة في البرتقال وفي الليمون وفي خل التفاح. ده هيخليها تتبيلة سريعة. التتبيلة دي ممكن بعد نص ساعة نشتغل بيها، ولكن طبعا كل ما تقعد أكتر كل ما طعمها يبقى جميل. معانا من نص ساعة لغاية 6 ساعات زي ما احنا حابين. أنا سبتها في التتبيلة لمدة ساعة ونص، بعد كده اشتغلت بيها على طول. دي بصلة زي ما احنا شايفين قطعناها قطع كبيرة، ورشيت عليها شوية ملح وشوية فلفل اسود، بحشي بيهم بطن الدجاجة عشان يدوها نكهة وريحة حلوة. ودي برضو اختياري، اللي عاوز يعملها اوكي، اللي مش عاوز يعملها مفيش اي مشكلة. دلوقتي هنيجي لمرحلة التشيش او ازاي هحط الدجاجة بتاعتي على السيخ بتاع الشواية. ناس كتير سألت عليها. بدخل السيخ زي ما احنا شايفين في مؤخرة الدجاجة بالمنظر ده، بيعدي من بطنها وبيخرج في محاذاة او في موازاة الرقبة تحت الجلد جنب الرقبة بالظبط، عشان الرقبة ما تبقاش حرة في الحركة وتفضل تروح يمين وشمال. بعدين هبتدي أكتف الرجلين زي ما احنا شايفين كده تحت السيخ الحديد بتاع الشواية. هحط أول رجل، بعد كده هدخل الرجل التانية تحتها، والاتنين يكونوا تحت السيخ. هو السيخ اللي يبقى قافلهم ويبقى حاكمهم بالظبط تحتيه. بعد كده هقفلها كويس، أضم الجلد على بعضه، وبعد كده ابتدي ادخل فيها الشوكة الاولانية، هتدخل في الفخدين او في الدبوسين زي ما احنا شايفين كده. بدخلهم وبعد كده بربطهم كويس، وكده هي اتشيشت واتقفلت كويس زي ما احنا شايفين من تحت، عشان لو في كمان اي حشو او حاجة ما تخرجش بره. وبعدين هقلبها وابتدي اكتف الجناحين زي ما احنا شايفين كده، عشان الجناح ما يبقاش حر الحركة معايا ويبتدي يروح يمين وشمال ويتحرق. انا بكتفه بالمنظر اللي احنا شايفينه كده. وبعد كده ببتدي اجهز الشوكة الامامية عشان احكم الفرخة بتاعتي من قدام زي ما احنا شايفين كده. وبعدين بربط كويس جدا بعد ما اكون احكمت الربط على الدجاجة، وخلاص هي كده بقت جاهزة معايا انها تدخل الفرن. طبعا مش محتاج ان انا اذكركم ان فترة التتبيل بتكون داخل التلاجة. بدخلها الفرن على درجة حرارة 200، وضروري يكون تحت منها سوائل. انا استخدمت هنا سائل النقع اللي انا عملت بيه الدجاجة وحطيته في الصينية بتاعت الفرن علشان يخلي دايما الدجاجة بتاعتي رطبة
وما تنشفش. بخار المية مع الحرارة هيخلي الدجاجة بتاعتي تحافظ على الرطوبة اللي جواها وتفضل طرية لغاية آخر التسوية. تاني حاجة، لو مفيش سائل تحت الدجاجة، الدهون بتاعتها اللي هتسيح هتنزل في الفرن عندي وهتعمل ريحة شياط ودخان وهتخلي ريحة البيت فظيعة جدا. بنتلافى كل ده بان احنا نحط صينية فيها سوائل تحت الدجاجة، ولو نشفت مننا بنزودها. زي ما احنا شايفين دي دجاجة تانية كنت حاطط تحتها صينية عادية جدا وكنت حاطط فيها برضو سائل النقع اللي حطيت فيه الدجاجة. طبعا بيطلع ريحة البرتقال والليمون والحاجات الجميلة دي كلها، بتنكه برضو الدجاجة معايا أثناء الشوي. بتاخد معايا من ساعة وربع لساعة ونص حسب وزن الدجاجة. لو الفرن بتاعي فيه مروحة بشغلها مفيش مشكلة عشان توزع اللون كويس عليها كلها، ولو بعد فترة التسوية لقيتها لسه ما خدتش لون من كل النواحي بشغل عليها الشواية لمدة حوالي 3-4 دقايق، وبعد كده اطلعوها بألف مليون هنا وشفا. زي ما احنا شايفين انا اختبرت لكم منطقة الصدر اللي هي تعتبر اكتر منطقة السوا فيها بيبقى صعب، واعتقد انتوا شايفين بعينيكم قد ايه هو طري. مش هقعد اقول لكم الفرخه طعمها واو واقعد احلف واقول كلام كتير، لا لا، جربوا بنفسكم وانا مستني ان شاء الله رايكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو بقى يا ريت تعملوا لايك، وانتظروا ان شاء الله فيديوهات جديده على قناتكم، قناه شيف محمد شحاته، مع الف مليون سلامه.